مفيش وقت يا صاحبي، مفيش وقت يا صديقي، صدقني. أنا عن نفسي مش قلقان على جسدي، عشان في ناس هتقوم باللازم، هيقلعوني كل هدومي ويغسلوني ويكفنوني ويخرجوني من بيتي يودوني بيت جديد قال ايه بيسموه القبر. وهتيجي ناس كتير تشيع جنازتي، وناس هتلغي أشغالها ومواعيدها وهيتصلوا ببعض ويجوا عشان دفني. حاجات كتير هتتاخد مني وتترمي ويمكن تتسرق، زي ذهبي ومفاتيحي وكتبي وشنطتي وجزمي وساعاتي. وإن كان أهلي بيحبوني قوي يعني هيتصدقوا بيها. اتأكد إن الدنيا مش هتحزن عليا كتير، ومش هتقف حركة العالم والاقتصاد يعني، وشغلي هيجي غيري ويقوم بيه، وفلوسي هتروح للورثة، وأنا اللي هحاسب عليها لوحدي، القليل منها والكتير. وأحب أقولك إن أول حاجة هتتمسح مني لما أموت هو اسمي. عشان كده لما أموت هيقولوا عني فين أيام المرحوم، ولما يجوا يصلوا عليا هيقولوا هاتوا الميت الجنازة عشان نصلي عليه، ومحدش هينادي اسمي تاني. وبعد الصلاة هيقولوا هاتوا المرحوم ندفنه، ومش هيذكروا اسمي. عشان كده مش هيغرني نسبي ولا عيلتي، مش هيغرني منصبي ولا علمي ولا شهرتي. الدنيا تافهة أوي يا صاحبي، الدنيا تافهة أوي يا صديقي، لكن اللي جاي بعد الموت عظيم جدا ومهوب. فياريت لو انت لسه على الأرض لغاية دلوقتي اعرف ان الحزن عليك هيكون 3 أنواع. الناس اللي يدوب يعرفوك معرفة سطحية هيقولوا مسكين وخلاص، وأصحابك هيحزنوا عليك كام ساعة كام يوم، وبعدها هيرجعوا لقعدتهم ولعبهم ولضحكهم. والحزن أكتر شوية هيكون في البيت، هيحزن عليك أهلك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يمكن سنة، وبعدها غصب عنهم هيحطوك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك ما بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية بعد الموت. حاجات كتير هتروح، الجمال والجسم اللي اهتمت بيه قوي 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 هيبقى تراب. فلوسك اتوزعت من غير ما حد حتى ياخد رأيك، ويمكن يربي عيالك غريب، وكل علاقاتك راحت باللي ليك واللي عليك. وأولادك هيفتكروا كنت بتعاملهم ازاي وبس، ومراتك هتفتكر شوية لذكرياتك ومعاملتك معاها. وكل حاجة ليك على الأرض خلاص، صدقني يا صاحبي هتبقى خلاص. السؤال هنا، يا ترى احنا عملنا حساب اليوم ده؟ نسيت اقولك يا صديقي انه لما بتطلع الروح شريط ذكريات حياتك كله بالكامل هيمر قدامك في ثواني، في لحظة. خلي بالك، محبتك لربنا وللناس لازم تزيد. يا ريت نصلي بجد وملناش دعوة غير بخلاص نفسنا. ادي الناس في السر، ادي بكرم من خير ربنا عليك. اخدم، ابتسم، وافتكر لحظة دخولك القبر وانت ترتاح. توب باستمرار، وافتكر ان ربنا شايفك طول الوقت ومعاك في وسط كل مشاعرك. ولو حد خصمك صالحه أرجوك، لأن القوي اللي يقدر على نفسه مش يمسك غلطة على غيره. الدنيا بسيطة وتافهة يا صاحبي. لو ليك فلوس وتقدر تسامح المضغوط عشان يسدد لك أرجوك سامحه، لأنه كله متشلك فوق، وهتفرح قوي قوي لما تلاقيه. يا ريت ما تحلفش كذاب، وما تضايقش حد عصبي، وما تدخلش بيتك حد بصباص، واتقي الله في الكل. كمان يا ريت تفهم مراتك وأهلك وأقرب حد ليك كل اللي ليك واللي عليك، لأن في ناس ممكن تتاجر في الموت يا صاحبي. توب كل لحظة وحب كل الناس، وركز في أخطائك ازاي تبعد عنها. الدنيا بسيطة وصغيرة وتافهة أوي يا صاحبي. مفيش وقت يا صاحبي.